كاين الشعبي. شكون اللي كان يغني الشعبي؟ رحمه الله الاول اللي بدا في الشعبي هو حسين السلاوي. راسي وما نازع عليك وباقي صافي. شكون اللي كان في الشعبي؟ كان شي شعبي؟ ما كانش الشعبي في المغرب، كانوا البريولات غنيوات دي 3 مينوت 4 مينوت ملحنين يهود مغاربه والجزائريين، وكانوا كيجيو من الجزائر ذاك الاغاني كيجيو المغرب بحال ضربي ها الشيباني ولا بحال هلا الليلي كانش الشعبي. ما كان تمشيو لطريق تطوان غتلقاو تما الاسماء ديال الجزائر ديال بحثوا في طريق تطوان غتلقاو العائلات الجزائريه مكتوبه عند الاستاذ بن داود محمد داود والكايما وبن شطاب شتي. واول واحد اللي دخل العود نتسطاون هو ولاد بن عبد اللطيف. هادو ولاد بن عبد اللطيف عندهم الزاويه ديالهم او عندهم الشيخ ديالهم هو في العاصمه. هادو غراند ايشانج بين الجيري اي لو ماروك. وكاين بزاف هما ديال الاغاني حتى هما اللي هما كنغنيهم في العراسات بحال زين اللي عطاك الله. شحال من واحد كيسحابوا واش مغربيه هي اغنيه جزائريه. صافي دابا ما غتبقاش تهضر معنا سليمه كاع. هي الضرب الغرناطي يعني هي مستحدثه في المغرب، وانه معروف في المغرب بالدزيري او الجزائري، يعني اصل التسميه. المغاربه تسميه هذا التراث بالدزيري هو ناتج عن تأثير الجزائر في المغرب، في تأثير الجزائر في المغرب من خلال بعض المعلمين الذين كانوا يتوافدون على المغرب، وخصوصا مثل مسان مثلا. يمكن أن نستحضر هنا علما وهو محمد بن غبريط، قدم إلى المغرب في العقد الثالث 1923 24 25 وأسس مدرسة لتعليم الطرب الغرناطي في الرباط. وهذا شكون هو أحسن واحد غنى الراي في التاريخ؟ واش الشاب خالد، الشاب مامي، الشاب حسني، ولا الشاب بلال؟ في هادو اللي ذكرت لك شكون هو احسن واحد غنى فن الراي؟ شاب حسني. اولا لحقاش انا كنغني باللهجه ديال الراي الجزائريه، سي تو افي نورمال باسكو لو راي كيتغنى باللهجه الجزائريه، وباش يتاكدوا الناس انا مغربي من وجده. ولكن بالنسبه لي بحال حنا خوت كي مغربي كي جزائري كي تونسي، تحيه العالم كله. انا جزائري 100%. هذه راه باينه. كيفاش غنقولوا حنا اغنيه الراي مغربيه؟ ما عندها حتى يعني كما كنقولوا حنا بحكم المنطقه الشرقيه كمدينه وجده وبركان هادو قرابين الجزائر. وشحال هذه يعني ما كانش حدود بين المغرب والجزائر، ديجا راه كان شي منتشر بزاف. يعني واحد ستيل بحال نقولوا حنا مثلا المغاربه كيغنيو اغاني خليجيه، نعتبروها حنايا اغنيه خليجيه. سي نورمال، الفن ما عندوش حدود، اي فن يقدر يدخل من بلاد ولكن نبقاو نهضروا في الواقع. الاغنيه الراي اغنيه جزائريه. هادشي اللي خايف منه دابا مؤخرا هو ولينا جزائر بين جزائر بين جزائر بين جزائر، وهذه حاجه خطيره جدا اللي بغيت ننصح بها الفنانين المغرب. انا ماشي كننصح، غير بغيت نقول لكم حافظوا، لان اللهجه المغربيه راه هي اللي عطاتنا قيمه، فما نوليوش جزائر مع احترامنا للفنانين الجزائر، بالعكس دوله عظيمه وفن عظيم والراي، ولكن المغاربه حنا ولينا كنشوفوا الانتاجات كلها ولات راي، فهذا خطر كيهدد الموسيقى في الاندلس. وعندها تاثيرات عثمانيه، مع انه حنا العثمانيين ما كانوش يحتلوا المغرب، ولكن بحكم انهم احتلوا الجزائر بزاف ديال العائلات تركيه اللي كانت عايشه في الجزائر كانت هاجرت في الاحتلال الفرنسي الجزائر للمغرب واستقرت في تطوان. فتطوان كتجبروا فيها بزاف ديال العادات عثمانيه وتقاليد عثمانيه، كتجسد بالخصوص في الطرز ديال تطوان اللي كيطرزوه على الحرير، وهي الطرز اللي كيتسمى التعجيره التطوانيه. عاده كتخدم على الحرير وكتخدم ب 11 ديال الالوان ديال الالوان طبيعيه على الثوب ديال الحرير، اللي عاده كيكون يا اما في الصفر يا اما في التوركوا او في الموف. بالنسبه للحزام حتى هو طبعا جا من عنده تاثيرات اندلسيه. ودابا غادي نشوفوا هاد